السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نود أن نطرح عليكم سؤالا أو موضوعا يقضي بمفهوم قناعة الشعب اليمني أنه لا يريد أن يصل أو قواه إلى طريق سليم أو طريق توصله كبقية الشعوب الأخرى في التفاهم أو الحوار أو الديمقراطية التي يمكن أن تعود للشعب ويمكن أن يقرر مصيره بنفسه من حيث يولي من يريد أو يعاقب من يسيء أو يخل. لذلك نرى الشعب اليمني حياته متفاقمة وهو ماض في هذا المنوال أو في هذا الإنجاز، ولا يريد أن يصل بالحلول بوعي كبير حتى أنه يوقف ذلك التفاقم وذلك الاشتعال أو ذلك التوقف في شؤونه المتردي من الخلافات أو التباين الموجودة في العقل المواطن أو القوى أو في الجغرافيا. لذلك نريد أن نقترح أن هذه القناعة يمكن أن تشترى أو تباع على شكل يعني مستحضر كيميائي بكبسولات كعلاج أو مشروب كحولي أو أي شيء يمكن يضاف إليه ويأتي إليهم أو كلقاح حتى أنهم يتفهموا هذا الأمر، حتى أنهم لا يمكنهم أن يستمروا في هذا التغطية الموجودة من التردي أو الخلافات أو قناعة أن يمضوا بهذا المنوال والصف اليمني وقوى غير متفاهم أو غير مؤمن بأنه لا يمكن أن هذا الوطن أن يعيش أو أن يقوى أو أن يتوحد ويكون له قوى فعلية وقوى نضج عقلي يمكن أن يواصل أو يمضي في مسار ومشوار البناء والتعايش والتقدم والازدهار وكلما تدعو الدولة مقومة إلى بناء المقومات التي يمكن أن تعيش في ظلها في عز وقوة وكرامة وعيش ومبدأ وجيل قوي يواصل مشواره في كل الاتجاهات في كل السبل، سواء الاقتصادية أو العسكرية أو الصناعية أو التعليمية أو الزراعية أو كل ما يمكن أن يتبنى قوته وعزته. لذلك نراه في ظل كل هذه العقود وفي هذا الظرف وهو لا يؤمن بأن عزته أو قوته أو بناءه أو وحدته تأتي إلا عن قناعة التفاهم وقناعة الحوار وقناعة أنه الشعب الواحد والدين الواحد واليمني المناضل العظيم الذي تكلم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يمن الإيمان والحكمة. لذلك نراهم متأخرين في هذا المجال ولا يريدون أن يقتنعوا أو أن يتبنوا أو أن يجسدوا ذلك هذا في عقولهم وفي قلوبهم وفي شبابهم وفي أوساط مجتمعهم أنه لا يمكن أن تبنى دولة وأن تبنى
أو يبنى شعب أو أن يتوحد شعب أو أن يساير المجتمع الدولي أو العربي أو الإسلامي إلا إذا كان متوحدا مؤمنا بقوى ومؤمن بأفكاره العظيمة التي تؤمن بالتعايش وتؤمن بالوحدة وتؤمن بالديمقراطية والشورى من خلال هذا الشعب، وأن يبنوا فكرتهم على ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.